ماذا لو اتحدت جيوش العرب كلها تحت راية واحدة بكل أسلحتهم وجنودهم وعتادهم في مواجهة حلف الناتو، الحلف الذي وضع نظام العالم الجديد أحاد القطب الذي تقوده أمريكا منفردة ومهيمنة على العالم؟ ولكن لن تتخيل ماذا سيحدث إن اجتمعت جيوش العرب مع بعضها البعض بجيوش خارقة كجيش مصر، أو جيوش كان لها خبرة رهيبة كجيش العراق السابق، أو دول تملك أموالا يمكنها أن تمول أكبر جيوش العالم مثل السعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى جيوش المغرب والجزائر، وعدد مهول من البشر قادرون على تحمل كل الصعاب. إنه سيناريو الرعب الذي طالما أزعج وأرعب الغرب، أن يجتمع العرب تحت مظلة واحدة تصبح الأقوى في تاريخ الأرض. فماذا سيحدث حينها؟ هل نستطيع هزيمة الناتو وجيوش العالم واستعادة فلسطين؟ الجواب هنا، فشاهد الحلقة لنهايتها. يمتلك العرب قوة اقتصادية مرعبة حاليا بقيادة السعودية والإمارات، استطاعوا تركيع أمريكا بسبب النفط، وتعتبر السعودية هي أكبر مصدر للنفط على وجه الأرض، وتمتلك دول الخليج اقتصادا مرعبا مع أكبر صناديق استثمارية مجمعة في العالم كله. وأما عن الجيوش، فتمتلك مصر الجيش الأقوى عربيا وتاسع أقوى جيش في العالم كله، فلو تحقق حلم اتحاد الجيوش العربية فلن يكون أكبر جيش في وقتنا الحالي فقط، بل سيصبح أكبر جيش عرفه التاريخ حديثا وقديما ومستقبلا. كابوس مرعب ومخيف لكل القوى العالمية، ولن يصبح الوطن العربي مطمعا لأحد. إسرائيل لن تستطيع احتلال الأراضي العربية، وأما أمريكا أكبر قوة عسكرية في العالم لن تستطيع أن تفرض علينا شروطا أو إملاءات. فمن يفكر أن يرفع سلاحه في وجه الجيش العربي المتحد ستكون بمثابة فكرة انتحارية ستتسبب في محوه من العالم. سيتحكمون حرفيا في الاقتصاد العالمي، فلن نكون بحاجة لقروض من صندوق النقد، بل نحن من سنقرضه. ولن نحتاج لاستيراد منتجات زراعية أو حيوانية، بل نحن من سنصدرها، وسنتحكم في العالم ومصيره حرفيا. دولة واحدة متكاملة بقوة لا يصدقها عقل. سيصل الناتج المحلي وقتها إلى 6 تريليونات دولار، وسيحتل المركز الثاني بعد الصين وأمريكا، والتحكم في إنتاج البترول والذي يصل إلى 24 مليار برميل يوميا، 32% من الإنتاج العالمي. وبالتطوير والمساحات الشاسعة قد يصل العرب للمرتبة الأولى في ظرف 10 سنوات. ولهذا عملت أمريكا على تفريق العرب دائما وزعزعة اقتصادهم وتدميرهم، مثل ما فعلت في العراق وسوريا وليبيا، وحاولت أن تفعل المثل في مصر وتونس. يغرقون في الصراعات العقائدية بين مسلم وشيعي ومسلم ومسيحي. حينما اجتمع العرب قديما نجحوا في هزيمة أكبر إمبراطوريات التاريخ، من الروم للفرس للمغول، اكتسحوهم جميعا. وأما الجيش الذي يصل إلى 5 ملايين جندي مثلهم احتياطية، وأكثر من 70 مليون شخص صالح للتجنيد، سيكون هذا أكبر جيش عرفته البشرية منذ فجر التاريخ. فإن اتحد العرب بقيادة أقوى 3 جيوش عربية، مصر والسعودية والجزائر، سيخلق قوة جبارة وهائلة لا يستطيع أحدا مواجهتها، وأضخم ترسانة أسلحة امتلكها جيش حتى يومنا هذا، حيث سيكون سلاح الجو متكون من 10,000 طائرة و18,000 دبابة و9,000 طائرة هليكوبتر و51,000 مدرعة وآلية عسكرية من أحدث الآليات الموجودة في العالم. كما سيملك الجيش العربي المتحد 900 سفينة حربية وأكثر من 16 غواصة كافلة بالسيطرة والهيمنة على كل السواحل البحرية. كل هذا بدون الجيش العراقي والسوري بعد تدميرهما بسبب الصراعات. ولكن يبقى السور والعراقيون وحوش حرب مرعبين، وبدعم اقتصادي سيعود الجيشان بقوتهما المرعبة والمخيفة لينضم إلى الجيش المرعب الذي سيحكم العالم حكما. ومع اقتصاد مرعب وجيش أكثر رعبا، سيكون للعرب درعا وسيفا قادر على مجابهة أي قوى في العالم كله، بل إنه سيحكم العالم حرفيا.
فمتى سيتحقق الحلم؟ موطني